السلام عليكم، مرحبا بكم خياتي في فيديو جديد لقناتي اطباق زوجة هاني. جيسبر تكونوا كامل بيان، واللي زرتوني اول مره نقول لك حبيبتي اشتركي في القناه وفعلي الجرس راح يوصلك كل جديد. اليوم البنات بعد غياب طويل راني رجعت لكم فيديو جديد، موديل جديد كنتوا طلبتوه بزاف بالفيسبوك، ما خليتوش في خاطركم وجبته لكم بطريقه سهله بسيطه. مكونات تاعها موجوده في كل بيت، وعطيت لكم عده اشكال بالشوكولا نوار وبالشوكولا بلون وبالشوكولا كما كنتوا تشوفون مخلطه ريد بين النوار بين المارو عفوا مع البلون. دونك اللي حبت تعرف الحشوه هذه اللي درناها، حبت تعرف لاموستا الجوزيه بطريقه الكراميل وكيفاش حتى درنا الكيكه هذه اللي من تحت، مالك حبيبتي غير تتبعي الفيديو باش تحصلي على النتيجه هذه اللي راكم تشوفوا فيها. اول حاجه الصلاه على الرسول عليه الصلاه والسلام، ونبداو بطريقه تاع الجينواز ولا الكيك اللي راح نديرو كطبقه سفلى في الحلوى نتاعنا. دونك اول حاجه خذيت انا ريسيبيون درت فيه 5 حبات بيض. نتوما تدوبليو الكميه ولا تقلوا فيها حسب الرغبه تاعكم وعلى حساب شحال راح ديروا من حبه. انا هنا درت 5 قسمه وريت لكم الكونتيتي هذه، ودوبليت الكميه فيما بعد ب10 حبات تاع بيض باش كملت الطلبيه تاعي 80 حبه. دونك هنا واش درت، قلنا ناخذ ريسيبيون درت فيها 5 حبات بيض، طلعتهم بالباتور غير شويه باش تفكوا فيما بعضهم، ونضيف عليهم كاس سكر كما راكم تشوفوا ماشي معمر، السكر يكون عادي، ونخلطهم مليح. البيض يكون بحراره الغرفه بلا ما نوصيكم. دونك عبالي راح تقولوا راهي تهدر بزاف، كيما عودتكم نقول لكم انا نحبكم تخرجوا من الفيديو تاعي متعلمين وناجحه الوصفه 100% ان شاء الله، لانه لو نخبي عليكم اسرار منها ولا راح تفشلوا فيها وتقولوا الوصفه غلطه، وهي ماشي الوصفه غلطه. نقول لك حبيبتي اسمعي لكلامي مليح كي نهضر في الفيديو. دونك كيما راكم تشوفوا راني نطلع بالباتور، نحس باللي السكر حبيبات هذوك راهم ذابوا ما بقاش محبب في الباتور، واللي عندها بيتخا تقدر تستعمل. دونك هنا نبدا نضيف الزيت، عندي كاس زيت ماشي معمر، كيف نبدا نضيفه تدريجيا. اللي حبت تدير كاس كامل تاع الزيت تدير تاخذ راحتها، انا درت ماشي معمر للسر من الاسرار، لانه لو نكثر الزيت راح تجيني هشيشه من الداخل كما نقولوا شويه فيها الكروستيون، وانا راني حبتها تجيني جوغ مشربه بلا ما نشربها، فهمتوني؟ دونك تبعوا الفيديو راح تعرفوا السر باه تجيك طريه على الداخل. هنا راني ضفت نص كاس حليب يكون عادي ماشي دافي وماشي بارد من الفريجيدر، ونكمل نخلط. بعد ما تخلطوا المكونات كامل امتزجوا بيناتهم، نضيف عليهم الكاكاو الفاتح والغامق. سواء حبتي ديري واحد منهم ولا تخلطي في زوج، كل مره نقول لكم السبب انه ندير انايا الفاتح للبنه عنده الذوق تاعو بزاف بنين، راح يعطي الكيكه تاعك مذاق خاص، والغامق للون وفي نفس الوقت ينقص الحلاوه، لانه مانيش حابه الحلوه تاعنا تكون حلوه بزاف. الان راح نضيف باكي ونص خميره الحلويات. هي في القاعده كل زوج حبات بيض عندك باكي خميره تاع 50 غرام. انا مانيش حبتها تجيني عاليه بزاف، حبتها تكون مهويه فقط، درت لها باكي ونص، ونصفيهم باه ما نتخلصوا من الحبيبات ما تجينيش الكيكه تاعي محببه. من بعد نضيف عليهم ذوق تاع الكراميل، واللي ما عندهاش تقدر تستغنى عليه، انا نفضل نديره لانه راح نستعمل فيما بعد مكون اخر تاع الطوفيه باه نزيدوا يمتزجوا كامل المكونات تاع الحبه تاع سنيكرز تاعي تجيني بزاف بنينه. دونك خلطتهم كيما راكم تلاحظوا فيها، ونضيف هنا عندي 2.5 كيسان فارينه فقط، تكوني غربلتيهم باه تدخلها الهواء، ونضيفهم لداخل الخليط. راح تقولوا لي بزاف الفارينه، نقول لكم لا ما تخافيهاش تجيك سواسوه، لانه حنضيفوا المكون السحري اللي راح يخليها الكيكه تاعك مبله لداخل الطريه مشربه بدون استعمال شربات ولا استعمال سوائل باه ترطبيها. دونك هكا خلطها، شوفوا كيفاش راهي. راح نضيف عليها 3 مغارف كبار تاع ماء سعيده او قديله، المهم ماشي ماء الحنفيه، وتخلطيها. في الاول راح تجيكم شوفوا كيفاه، من بعد تحسيها سايله بزاف ما تخافيهاش، هذا القوام اللي رانا نحتاجوه. ما تستعمليش الباتور، بالسباتول فقط تدخلي الماء هذاك تخلطيها جيدا، ونجيبوا السنيوه اللي راح ندخلوا فيها الكيكه تاعنا للفرن. دهنتها انايا بالماء، تشمخوها بالماء وديروا فوقها ورق الطهي وفرغوا الخليط تاعكم.
الماء علاه راح يعاونها انه ما تلصقش، وفي نفس الوقت تجيكم مرطبه على الداخل. جربوها، حتى تقدري تستعملي هذه الكيكه تستعمليها كما نقولوا باش تخدمي بياس هكا، فوالا ان بياس لعيد ميلاد ولا حفله هكا في الدار، ولا تقدري هذه كيما راكم تشوفوا السنيوه هذه تقسميها اون دو، ديري لا كريم في الوسط وديري الطبقات تاعك. نرجعوا للخدمه نتاعنا، ندخلوها الفرن طيب 10 دقائق ونحيوها. في جهه واحده اخرى تكوني ذوبتي شوكولا، انا استعملت دادا بدون اضافات، وديريها في حمام مائي. كي تذوب لك ديريها في المول تاعك كيما راكم تشوفوا راني ندير بالمغرفه، من بعد نطلعها بالبانسو. لو تديريها وهي سخونه بزاف راح تهبط لك وتشكل لك طبقه خشينه في القاعده، من بعد راح كي تكوني راح تقسمي الحبه تاعك راح تصعب لك شويه. وهذا المشكل صرالي مع الشوكولا البيضاء اللي شفتوها في بدايه الفيديو. كنت درت لها وهي كنت مزروبه، ودرتها وهي شويه سخونه، غير جست درتها لداخل الفريغو، جبتها صبتها، يعني دارت لي الطبقه الخشينه هذيك اللي انا ما نحبهاش. دونك نتوما ديروا كوش رقيقه، دخلوها الكونجيلاتور، عاودي خرجيها وزيدي ديري كوش واحده اخرى حتى تتحصلي على طبقه تاع الشوكولا ما تتكسرلكش ومضمونه باذن الله. كي نكملهم كامل ندخلهم للثلاجه 10 دقائق ميم با يكونوا وجدوا لك. هاي لك الكيكه تاعنا راهي وجدت. عادي كي دير لك بنابل هذوك عاودي هبطيهم ما تخافيهاش. هذيك الهواء كي ما خبطش السنيوه تاعي كي فرغت الخليط ما خبطتهاش مليح، على هذيك تهوات لي في بلاصه. شوفوا السمك تاعها ما تجيش رقيقه بزاف وما تجيش خشينه. نحاول نحيها من ورق الطهي ونقطعها. الا كنتوا راح ديروا شكل دائري، عندك المول تاعك تاع سيليكون دائري، ولا المول تاعك على شكل قلب، ولا اي شكل استعملتيه، سمعوني مليح، تقطعي الكيكه تاعك حسب الرغبه تاعك في المول. انا تاعي مستطيل، راني كيل بالمسطره الطول والعرض نتاع الحبات ونقطع الكيكه اللي عندي. واللي حبت تستعمل جينواز عفوا صابلي تقدر تستعملها، ولكن مفضل انكم ما تستعملوش صابلي، راح تولوا في موديل واحد اخر وما ما يعطيكش البنه هذيك، لانه الجوزيه ديجا حلوه، طوفيه حلوه، شوكولا حلوه. حبيت ندير انا الكيكه من تحت باش تنقص الحلاوه وفي نفس الوقت تعطيني مذاق جديد وبنه جديده. تقدروا حتى تسربوها مع الجازوز. نروحوا للي راكم تستناو فيها اللي هي جوزيه، لاموس الجوزيه راح نديرها لكم اليوم ذوق الكراميل. كيفاش حتى تحصلوا عليها تبعوا الفيديو. هنا عندنا النونورس العسيله تاع النبيع، عندنا السكر البني، وعندنا ذوق الكراميل. هنا كيلت نعطيكم كيله صغيره وانتم دوبليوها. كيلت كاس تاع السكر، ضفت عليه 3 مغارف سكر بني. ركزوا مليح، اللي حبت ماشي ذوق الكراميل دير السكر العادي الابيض، واللي دير البني راح تتحصل النتيجه اللي انا تحصلت عليها. نخليهم فوق الفرن يغلوا. في جهه واحده اخرى الا شفتوا راهي الكيكه الطويله نتاعي هذيك اللي درت فيها 10 بيضات راهي طابت ونحيتها، ثاني نزيد نقسمها. في جهه واحده اخرى كي تكون تغلي العسيله نتاعي نكون طلعت 2 بياض بيض مع قرصه تاع الملح، طلعيهم بالباتور حتى تولي لك اوناج، يعني كي تقلبي الوعاء نتاعك ما تهبطلكش. ثم باش تولي تكوني شفتي العسيله نتاعك كيفاش تعرفي بلي خلاص طفي لها بعد الغليان. ديري كاس قدامك فيه ماء بارد، شدي مغرف تجوزيها لداخل، ولا الفرشيطه هذيك اللي شتوني درتها انا نديرها لداخل العسل ونحطها قطره في الماء. الى شكلتي امبول عارفي بلي خلاص وصلت المرحله اللي نحوسوا عليها. هنا راه العسل تاعي سخن، شوفوا كيفاه اللون تاعو، تصيبوه تبدل شويه، ما تخلوش حتى يتبدل بزاف، ديروا بالكم راح يوليكم مروره، خلوه جست ياخذ اللون البني هذاك. من بعد بداو تفرغوه تدريجيا وما تحبسيش الباتور. ردي بالك الاخوات، غلطه انكم تحبسوا الباتور لانه راح تبقى لكم سائله وما تحكمش روحها. على هذيك بقاي تخلطي ما تحبسيش، وفي كل مره تمسي الوعاء تاعك تحسيه برد ثم تحبسيه، وفي نفس الوقت تكون هي راهي شاده روحها، القوام تاعها ترجع لك ثقيله. شوفوا هنايا راهي شدت لي حتى 10 دقائق وانا نخلط، شوفوا كيفاش ترجع ثقيله وحاكمه روحها. اللي عندها بيتخا تستعملوا افضل لانه راح يعطي لك نتيجه افضل من الباتور يشد شويه اليد ويتعبها. دونك هكايا تخليها تبرد واحد 10 دقائق حتى لنص ساعه، وتخليها تبرد وتعاودي تخدمي بها تلقايها هايله، ما عندك ما تزيدي عليها.
هذه اللي درتها انا بالسكر البني، واللي يحب تستعمل الكراميل ضفتها، نسيت ما قلت لكمش كي تكوني تخلطي تضيفي الكراميل تاعك باش تعطيها البنه هذيك والريحه. دونك اللي حبت تستعمل السكر العادي الابيض راح تتحصل على النتيجه اللي دوك تشوفوها. خدمت بها ثاني في هذه الوصفه، وشاركت معكم شحال من وصفه بالجوزيه البيضاء. دونك هنايا باش نبداو نمونطيو الكاطو تاعنا. بعد ما جمد الشوكولا نحيوها، نديروا طبقه من التوفيه كراميل، ولا تحبوا تستعملوا نيسلي ولا تخدموها، وديروا طبقه من المكسرات، تحبوا ديروا اللوز ولا الجوز ولا الكاوكاو حسب الرغبه تاع الزبون وحسب الرغبه تاعكم بيان سور. انا كنت حمصت اللوز تاعي ما درتوش هو خضر باش يزيد لي في البنه، وندير طبقه تاع لاموس الجوزيه تكوني درتيها في ان بوش. كما سبق وقلت لكم هذه الجوزيه البيضاء اللي درناها من قبل في الوصفات اخرى، راح نخليها لكم في صندوق الوصف. دونك نحطوا الكيكه تاعنا اللي من الفوق ونقلبوا المول تاعنا، شوفوا كيفاش تخرج لكم الحبه، والزائد هذاك تنحيه. نفس الطريقه درتها مع الشوكولا البيضاء كما راكم تشوفوا، درت انكوش. قلت لكم ردوا بالكم لانه الشوكولا البيضاء شويه صامطه على المارون، تهبط ثمثم وتطول، على هذيك خلوها حتى تبرد تماما باش تبداو ديروا لاكوش هذيك. وكي تشوفوا الطرف تاعها ما هبطوش كامل مليح، زيد ما يعني هبطوا لك، زيدي عليهم شويه من الشوكولا وخليهم يتجمدوا. من بعد كملي مونطي الكاطو تاعك باش كي تخرجيها ما تتكسر لكش الحبه، وفي نفس الوقت ما يتشقوا لكش الطروف هذوك. دونك كيما راكم تشوفوا درت لها الطبقه تاع اللوز، وراح ندير لها الجوزيه اللي خدمناها مع بعض بذوق الكراميل. صدقوني كي عاودت ذقت اللي بالكراميل وذقت اللي بالجوزيه البيضاء، هذو تاع الكراميل خرجوا لي بنان خير من الاخرين والله اعلم. دونك راني نفيني فيهم باه نزربوا نسلكوا لا كوموند تاعنا. درنا اللي بشوكولا المارون شوكولا بلون، ودرت لكم الى شفتوا بدايه الفيديو راح تزيدوا تشوفوه في الاخير واسمها اللي تكون ماربري، خلطت بين الشوكولاتتين ولا في زوج وخدمت بهم. دونك هكا كي تروحي تمونطي ديري الحبه فوق اختها وتقلبيها كيما قلبنا الشوكولا البيضاء، تتنحى لك بكل سهوله من المول. ما تنساوش تنحوا الزوائد اللي يكونوا لكم في الطروف، باش كي تروحي ديري لها القطايف، ولا تحبي ديري قفريط، ولا تحبي ديري كاوكاو ولا لوز كيما حبيتي ترمدي الطروف تاعها تجيك متساويه. تدهنيهم بالبانسو ولا كيما درت انايا بصباعي باش ما تطرشليش كامل الحبه. دهنيهم بالمعجون ولا تحبي بالطوفيه ولا تحبي بالعسل، ولصقي فيهم القطايف اللي تكوني حمصتيهم ومكسرين. ديريهم في ليكيسات تولي نابخون وتقدميهم. تحبوا تسربوهم مع الجو ولا تحبوا ديروهم في لي بواط كيما داروهم الزبائن تاوعي، ولا تحطوهم في الطابله، يرجع الامر ليكم. هذا بالنسبه للفيديو تاع اليوم، ان شاء الله كنت خفيفه وظريفه عليكم، ان شاء الله كان عجبكم. جبت لكم بطريقه سهله بسيطه فيديو حصري في قناتي لوصفه سنيكرز للبريستيج للحفلات تاعكم. ان شاء الله البنات بارطاجيوه مع احباباتكم وتدعوا لي دعوه الخير. نلتقي في فيديو اخر ان شاء الله، شهيدكم في الجنه، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.